ماشي في الشارع دلوقتي سألت نفسي سؤال: ليه كل واحد فينا عنده شخصية مختلفة؟ يعني ليه حد فينا هادي وبيحب العزلة، وحد تاني صوته عالي وبيحب اللمة؟ طب ايه اللي ممكن يخلي حد يتوتر بسرعة وحد تاني يكون قلبه ميت ومبيهموش؟ الموضوع ده مش بسيط أبدا زي ما الناس فاكرة. زمان من حوالي 100 سنة وشوية كان في شخص اسمه فرانسيس جالتون، وده كان راجل مولع بالقياس، كان بيحب يقيس كل حاجة وأي حاجة، حتى إنه مرة راح عمل بحث اسمه قياس التململ. راح جاب كرسي وقعد يراقب الناس في المحاضرات ويلاحظ تغييرات أجسادهم. لاحظ إن الناس لما بتزهق بتتحرك أكتر، ولو الكلام شدهم بيتحركوا أقل، يعني كأنه بيقيس الملل بأوضاعهم الجسدية. وفجأة قرر جالتون يعمل حاجة ثورية جدا، حاجة هتغير مفهومنا كله عن الشخصية. جالتون قرر إنه يقيس الشخصية نفسها، يقيسها زي ما بنقيس الوزن والطول. يعني نحاول نفهم كل واحد بيتصرف ازاي، بيتصرف كده ليه، هل السبب في الجينات ولا في التربية ولا في الاتنين. ومن هنا بدأ علم اسمه علم نفس الشخصية. جالتون قال إننا كمان ممكن نلاحظ طريقة الناس في الكلام ونفهم من خلالها شخصيته. يعني مثلا في آلاف الكلمات اللي الناس بتوصف بيها بعض: فلان عصبي، فلان كريم، خجول، مغرور. الكلمات دي مش جاية من فراغ، دي نتيجة ملاحظة الناس لبعض من سنين طويلة. والعلم كمل بعد جالتون وقال إن في حاجة اسمها السمات الشخصية، ودي عاملة زي الخطوط اللي على الخريطة، خطوط الطول والعرض. كل واحد فينا موجود على الخريطة النفسية دي، بس مكانه مختلف شوية. بمعنى إننا مثلا كلنا عندنا جانب من الانطواء والانفتاح، لكن بدرجات متفاوتة. وأهم نقطة إن شخصيتنا مش بس أبيض وأسود، ومفيش حد ناقص وحد كامل. انت مش غريب، انت بس ليك تركيبتك الخاصة، والتركيبة دي مهمة جدا ومميزة، حتى لو المجتمع مش دايما بيشوفها كده. فلو يوم حد قالك انك غريب، ده مش بالضرورة معناه انك انسان سيء، لكن معناه انك نسخة نادرة ومش مكرر منها كتير. الشخصية هي ناتج ومسبب، حاجة يمكن ملناش دخل فيها، لكن حاجة نقدر نغيرها. وده مش معناه انها وحشة وتستلزم التغيير، لكن في النهاية هو ده واجبنا تجاه نفسنا، اننا دايما نحاول نكون نسخة افضل. في الفيديوهات الجاية هنحاول نفهم نفسنا بشكل اوضح، ونتعلم ازاي ممكن نكتسب مهارات حياتية تحسن من شخصيتنا وتخلينا نسخة افضل من نفسنا. في نهاية الفيديو، لو عجبك الكلام اعمل لايك وشير، واستناني في فيديو جديد في الشارع.